تحلية سهلة وهترطب في الحر اللي احنا فيه وهتخلص في ثواني وبتتاكل في ثواني. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا هجيب الحلة بتاعتي وهحتاج 3 كوبايات من الحليب وعليهم 3 معالق من الكاستر وعليهم 3 معالق من السكر ورشة من الفانيليا وأقلبهم على البارد. وهجيب حلة تانية كمان وأحط فيهم 3 كوبايات من عصير المانجا وهحتاج 3 معالق من السكر و3 معالق من النشا ورشة من الفانيليا وأقلبهم على البارد وآخدهم أرفعهم على النار لحد ما الخليط معايا يتماسك كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى أي صينية عندك انت عايزة تستعمليها. هحط بقى أول حاجة هحط الكاستر وفوقه كده قطع المانجا وفوقه كمان مهلبية المانجا وامشي برضو كده في كل الخطوات. شايفين الصينية بتاعتي خطيرة. وهجيب كمان فاض معايا خليط، جبت كمان كاسات ممكن تحطي كمان في الكاسات بتاعتك من غير ما تحطي في صينية زي ما انتوا شايفين كده. هنحط برضو رقة كاستر وقطع مانجا ورقة مهلبية المانجا واخدهم بقى ادخلهم التلاجة 3 ساعات كده لحد ما يتماسكوا معايا. هتطلع معاكي خطيرة وبترطب في الحر وروعة فظيعة طعمها خطير. شايفين شكلها عامل ازاي وطعمها ولا اروع من كده. الكاسات عاملة ازاي والصينية بتاعتي طالعة هي قطع رهيبة يا جماعة. وشايفين من قلبها عاملة ازاي. جربوها وقولولي رأيكم ايه وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.